قضيتي ان الراجل الغلبان ده ما يتأذيش. انت بتعترضي على احكامي وعقوباتي؟ ايوه، قالتها تقوى بثقة. فتارة اتكلمت بشر وغيظ. يبقى تعالي خدي العقاب انت بقى، قالت كده وهي بتشدها من شعرها وبترفع طبق الشوربة. ومرة واحدة رمت تارة الشوربة على وش تقوى، فصرخت تقوى بألم. وفي الوقت ده جريت نهد تشوف في ايه، لقت تقوى بتعيط وحاطة ايديها على وشها. في ايه؟ إيه اللي حصل يا تقوى؟ تقوى اتكلمت بعصبية وجسمها بينتفض من حرارة الشوربة. الحيوانة دي دلقت الشوربة عليها، ما عندهاش قلب ولا رحمة. أنا حيوانة، قالتها تارة بصدمة ومسكت تقوى من شعرها. فصرخت تقوى بخوف وألم. خلاص بقى، خلاص يا تارة. شدت نهد تقوى من ايدين تارة، وتقوى كانت بتبص لتارة بشر وغل. وتارة وقتها ابتسمت بشر وعيونها مليانة اشمئزاز وقرف منها، لحد ما راحت بيها نهد للحمام بتاع الخدم. مش قادرة، وشي بيحرقني قوي. فتحت نهد مرهم حروق، وكل الخدامات واقفين بيتابعوا الموقف. وبدأت نهد تحط المرهم على وش تقوى ورقبتها، وتقوى كانت بتتشحتف من الألم والتعب، لحد ما جت مديرة المطبخ واتكلمت بعصبية. يلا منك ليها على الشغل، المطبخ على بعضه من الغدا، يلا. جريوا الخدامات، فقربت المديرة واتكلمت بتنمية. عاملة ايه دلوقتي يا بنتي؟ انا تعبانة، تعبانة قوي. قربت المديرة منها وحضنتها بقوة. معلش يا بنتي، معلش. افتكرت تقوى وقتها حضن سناء مامتها الروحية، فعيطت اكتر وكأن العالم قاسي عليها دايما. وشي بيحرقني قوي من الشوربة. طيب انا هروح اجيب لك تلج، ما تخافيش، كل حاجه هتبقى كويسه. في الوقت ده قطعتهم دخول عمة ظافر الوحيده مامة طارة، واسمها مليكه، وهي بتتكلم بعصبيه وغيظ. يلا منك ليه على الشغل، مش ناقصين لكاعه. بس تقوى وشق، بقول لك يلا منك ليه على الشغل، والزفته دي كمان تكمل شغلها. جري هما التلاتة على المطبخ بخوف وراحوا يكملوا شغلهم وسط دموع تقوى وعياطها من ألم الحروق وحرارة الفرن. اقعدي شوية يا تقوى، قالتها نهد بحنان.